أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من كورس المدرب الشخصي المعتمد من نسم. شرح بالعربي ألا هو بعنوان The Modern State of Health and Fitness، الفصل الأول. من المواضيع اللي هندرسها مع بعض النهاردة رقم 1 Distinguish a Fitness Professional's Roles Within the Allied Health Industry. وهنا هناخد دور المدرب الشخصي في الصناعة الصحية أو المنظومة الصحية ككل، ودور المدرب الشخصي بيكون فيها عامل ازاي. رقم 2 Identify the most prevalent chronic health condition affecting modern society. وهنا هنعرف ايه اكتر المشاكل الصحية اللي بقت منتشرة اليومين دول زي السمنة، السكر، الضغط، وازاي بقى الحاجات دي كلها بتأثر على قرار العميل انه يتمرن ولا لا. رقم 3 Differentiate evidence-based practice from fitness feed and myth. يعني ايه feeds and myths؟ هنا هنقدر ازاي نفرق ايه المعلومات اللي ممكن تكون مبنية على أدلة موثوقة، ونقدر نقول دي أدلة 100 وبين البدع والخرافات أو الهبد يعني اللي موجود في عالم الفتنس. فكونك مدرب لازم تكون قادر تفرق ما بين الاتنين، عشان ببساطة أي عميل هيجيلك هيبقى عنده أفكار غلط وأنت لازم تصححها له. رقم 4 Define a certified person trainer's scope of practice. وهنا بقى هنحدد نطاق الممارسة الخاص بالمدرب الشخصي، يعني ايه اللي المدرب المفروض يعمله وايه اللي المفروض ما يعملوش او مش مسموح له يعني انه يعمله جوه اطار مهنة المدرب الشخصي. وده عشان حاجتين: تشتغل صح، تعمل نفسك قانونيا ومهنيا في نفس الوقت. فحضر لي بقى ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. أسس بالعربي. Welcome to نسم. مرحبا بك في الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي. ما هو نسم اختصارها National Academy Sport Medicine. احنا دلوقتي بقينا عايشين في زمن التكنولوجيا مهيمنة عليه، فبموجب التكنولوجيا وبموجب كل حاجة بقت سهلة زادت أمراض كتير زي السمنة والسكر والضغط. فالوقت ده محتاجين مدربين يكونوا فاهمين كويس جدا ايه الناس والوضع الحالي وازاي يصلحوا الكلام ده كله، ودي طبعا اول حاجه بيقولها لك عشان تبقى معتمد من نسم. The نسم Certified Person Trainer Credential، يعني اعتماد المدرب الشخصي اللي المفروض يعني نقول عليه معتمد من نسم. لما تاخد شهادة نسم CPT اللي احنا بندرسها دي، هي بتديك أساس علمي قوي تقدر تبدأ بيه شغلك في مجال الفتنس. مجرد بداية، ركز تاني، مش النهاية، مجرد بداية. يعني عشان تنجح لازم تفضل تطور وتتعلم باستمرار، لأن العلم دايما بيتحدث ويتطور بطريقة سريعة جدا زيه زي المجال الطبي، لأن مجالك اسمه مجال الطب الرياضي. طبعا في أحدث أساليب تدريب، معلومات لازم تكون دماغك على طول حاضرة. بالطريقة دي هتقدر تفرق ما بين المعلومات الغلط والهبد اللي بيحصل، وكمان تقدر تصحح للعملاء وتمرنهم بطريقة أفضل ومتطورة. Evidence Based Practice، وهنا معناها الممارسة القايمة على الأدلة. ممارسة إيه؟ عشان أقدر أخد قراراتي كده كمدرب شخصي لازم أكون قراراتي دي مبنية على علم مش على الترند. نركز في الكلام ده كله. يعني هتفهم هنا أساسيات أساسية موجودة في كل كورس مدرب شخصي: فيسيولوجي، اناتومي، تصميم البرامج، ازاي تغير السلوك، ايه هي افضل الوسائل الحاليه اللي تقدر تفهم بيها احتياجات واهداف العميل عشان تمشي وراها، وفي نفس الوقت الحاجات اللي تناسب العميل ده وما تناسبش عميل تاني. فده بالتالي يبقى عندك رؤيه كامله تقدر تحط البروجرام ديزاين او البرنامج التدريبي بتاعك بشكل احترافي ويكون امن وفعال ويجيب نتيجه برضه. Integrated Training and the OPT Model. كورس نسم كله CPT بيعتمد على حاجة اسمها ال OPT موديل، اللي هو تدريب الأداء الأمثل Optimum Performance Training. يعني عايز يقولك إن البرنامج ده قايم على أساس علمي يشتغل مع كل الناس، اللي عايز يخس يخس، اللي عايز يبني عضل، اللي عايز يحسن الأداء. الفكرة إن البرنامج الصح لازم يكون شامل جميع عناصر اللياقة البدنية: مرونة، بالانس، كارديو، ريزيستنس، تمارين ريزيستنس. كل ده بيكون مهم جدا. يعني ما ينفعش تكيف الجسم على القوة بس وما عندوش مرونة، ما ينفعش تخلي حد يتمرن على الكارديو بس وما عندوش قوة عضلات. عشان كده OPT موديلز بيقدم لك النموذج اللي تقدر تستخدمه مع العملاء بتاعتك بالترتيب. وده الشكل بتاعه اللي موجود قدامنا في الصورة. زي ما هو واضح كده، هرم ال OPT موديلز بيتقسم ل5 مراحل رئيسية زي ما هو باين قدامنا.
لازم تمشي فيها بالترتيب من فيس 1 اللي هي الاستابلايزيشن اندورنس، ودي تقدر تقول عليها ده الاساس او حجر الاساس اللي بتبني فيه. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through Zainab to nutrition,